أهلا وسهلا بكم مشاهدي بودكاست مستر فايبس أينما كنتم. النهاردة في رحلة جديدة من بودكاست رحلة وعي. موضوع هيغير وجهة نظرك عن نفسك، هتختبر نفسك في مواطن القوة والضعف فيك. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، لو انت جديد النهاردة في متابعتنا اشترك بالقناة وشاركنا برأيك في التعليقات. ولو انت متابع بودكاست القناة بشكل دوري، يسعدنا دعمك الدايم والمنتظر باللايك والشير والتعليقات. ودعوة لكل المشاهدين بفتح باب الاستشارات النفسية وتلقيها بشكل دايم وبصفة دورية 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، وفتح نقاشات في التعليقات واقتراحات لمواضيع لحلقات جاية. ونوعدكم بتغطية كافة المواضيع من تيم الاستشارات الموجود المرجعي للبرنامج. في كل مرة بنقع فيها في مشكلة بتبان جوانا حاجة، بنعرف أكتر عن نفسنا، ردود أفعالنا بتتغير وفق شخصياتنا المختلفة. في ناس أول ما المشكلة تقرب تهرب، تختفي، تسكت، تحاول تتجنب. وفي ناس بتحس إن لازم تقف، تواجه، تحل حتى لو مش جاهزة. بس السؤال الحقيقي هو ليه في حد بيهرب وليه في حد بيواجه؟ وهل فعلا المواجهة شجاعة ولا أوقات بتكون اندفاع؟ وهل اللي بيهرب دايما جبان ولا ممكن يكون عنده جروح مش غافلين عنها وبيهرب جواها؟ المجتمع ساعات بيسقف للمواجهة ويسخر من اللي انسحب، وساعات تانية يهاجم اللي واجه ويقوله ليه ما كنت تصهين وتعديها، ما وقفتش يعني على دي. الليلة احنا مش جايين نحكم، احنا جايين نفهم. معايا ضيفة مميزة جدا، أستاذة سارة فؤاد، أخصائية نفسية وإرشاد أسري. هنحكي سوا عن أنماط الناس وقت الأزمات، وهنفتح مواضيع يمكن عمرك ما فكرت فيها بصوت عالي، عن الهروب والمواجهة، الوجع المدفون. أنا مستر فايبس، وباخدك في رحلة وعي جديدة من بودكاست رحلة وعي. ونبدأ أول سؤال في حلقتنا وبنوجهه لأستاذة سارة. أستاذة سارة، من وجهة نظرك إيه الفرق الجوهري بين الشخص اللي بيهرب والشخص اللي بيواجه؟ وإزاي التربية بتأثر على ردود أفعالنا وقت المشكلة، إن كان بالمواجهة أو بالهروب؟ الهروب من المواجهة من الموضوعات المهمة والشائكة في الحياة. موضوع واسع وفيه تفاصيل كتير، هنحاول نلقي الضوء عليه بصورة مختصرة. في البداية احنا كبشر بننقسم لأنماط مختلفة وفينا صفات كتيرة لا حصر لها، بيجمعنا صفات وبتفرقنا صفات أخرى، وكل موقف بنمر بيه بيتطلب مننا فعل أو رد فعل. وهنا بتظهر اختلافاتنا في أفعالنا وردود أفعالنا في التعامل مع المشكلات. في مننا بيلجأ لمواجهة المشكلات، في مننا بيهرب منها ويلجأ إلى أساليب مختلفة للهروب منها، من خلال النوم أو مشاهدة التلفزيون أو تقضية أوقات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولو جينا حددنا الفرق بين الهروب أو المواجهة، فالهروب ده بيعتبر محاولة لتجنب أو كبت المشاعر والأفكار والابتعاد عن مواجهة المشاكل، بهدف إن الشخص يكون عايز يخفف عن آلامه ومتعبه والضغوط اللي بتقابله بطريقة مؤقتة. أما المواجهة فهو العمل المباشر والمستمر على حل المشاكل، محاولة التفكير في الحلول المناسبة ليها، ومحاولة الخروج من كل محنة بتقابله بمنحة تخلي الإنسان عايش حالة من الرضا والتحكم في كل مشاكله، قادر إن هو يتغلب على كل عقبات حياته بسهولة. عامة التربية في الصغر بتكون مؤثر وفعال في تكوين شخصيتنا، وهي اللي بتحدد قدرتنا على حل المشكلات أو الهروب منها، وهي اللي بتشكل شخصيتنا وتوظف أفعالنا وردود أفعالنا تجاه كل أمور الحياة. فالطفل اللي اتعود إن هو يواجه مشكلات كتيرة وهو صغير وما يعتمدش على أسرته في حلها، فبينمي قدرته على حل المشكلات، وبيكون عنده قدرة على أخذ الخبرة اللازمة اللي بتعينه على مواجهة المشكلات بسهولة، وبيكبر وهو قادر على مواجهة مشكلاته كمان. والبيئة الأسرية الداعمة اللي بتشجع طفلها على التعبير عن مشاعره ومواجهة انفعالاته بتعلمه لما يكبر الطريقة الصحية لمواجهة المشكلات على أساس صحي واعي. في حين إن الأسرة اللي دايما بتكبت انفعالات ومشاعر ابنها، فهي بتخليه يكون شخص اعتمادي، بيهرب دايما من المشاكل اللي بتقابله، بيكون دايما عنده حالة توتر وقلق لو قابلته أي مشكلة سواء كانت بسيطة أو معقدة. طيب إمتى يكون الهروب حل صحي؟ وهل المواجهة في كل الأوقات تعتبر شجاعة ولا اندفاع؟ عامة في التعامل مع مشكلات لازم يكون بمنطلق خير الأمور الوسط.
لأننا أحيانا في مواقف تبقى خارج سيطرة الإنسان، لو فضل متصدي ليها فهو اللي هيكون المتضرر الوحيد، لأنها ملهاش حل جذري، ولكن بتحتاج لصبر وانتظار الحلول الأمثل من عند ربنا. فمش كل حاجة كبيرة وصغيرة في حياتنا لازم نقف عندها ونعافر فيها ونصمم إننا نقدر نحلها. أحيانا إظهار مواطن ضعفنا والاعتراف بألمنا هو قوة في حد ذاته، لأن النفس البشرية ما بتقدرش تستحمل كل متاعب الحياة. تقبل ضعفنا واستسلامنا أمام إرادة ربنا بيخلينا حاسين برضا وراحة نفسية مع الوقت. ففي فعلا مشكلات بيبقى الهروب ده حل صحي جدا، والمواجهة بيزود تفاقم المشكلة. طيب ازاي نمط الهروب بيأثر على صحتنا النفسية على المدى الطويل؟ ولو حد اكتشف ان هو بيهرب دايما من مشاكله، يبدأ يشتغل على نفسه منين بحيث ان هو يصحح المسار؟ غالبا الشخص اللي بيهرب من مشاكله بيكبت جواه مشاعر وأفكار وانفعالات، وبيدور على وسائل يخرج فيها طاقته المكبوتة دي. فممكن يسافر، يمارس رياضة، يشغل نفسه في شغله، في دراسته، أو يخرج مع صحابه. ولكن جواه بتبقى المشاكل مازالت قائمة متحلتش لسه، فبيفضل مداري جواه وهو بيحسب إن الموضوع هيتنسى مع الوقت، ولكن بتكون المشاكل مازالت موجودة جواه. فأي حدث شبيه للي حصله بيستدعي مشاعره السلبية، أو أي صوت أو كلام مشابه للي حصله بيخلي المشكلة بترجع له كأنه لسه عايش فيها في اللحظة اللي افتكر فيها الأحداث دي. وبيكون دايما قلقان ومتوتر وحاسس بالعجز، ومع الوقت ممكن المشاعر دي تؤدي بيه لأمراض نفسية، ومنها الاكتئاب والقلق المرضي. خلينا متفقين مبدئيا إن القدرة على حل المشكلات دي هي قدرة عقلية، ربنا بيخلقنا كلنا ويمدنا بالقدرة دي، هي موجودة في الدماغ وبتكون مسؤولة عن حل المشكلات، وبتكون قدرة فطرية. يعني ربنا اللي بيخلقنا بيها، مش بتكون مكتسبة من البيئة المحيطة بينا، ولكن البيئة المحيطة هي اللي بتساعد على نموها وتطويرها. فالشخص عشان يكون قادر يتعامل مع المشكلات بصورة صحيحة لازم يتعلم من البيئة المحيطة بيه اللي عايش فيها، يتعلم طريقة لحل المشكلات بطريقة صحيحة. والشخص اللي ما تعرضش لمشكلات في حياته وهو صغير وقدر ينمو ويتطور فيها ويتعلم طرق متعددة لحل مشكلاته، مش هتكون المنطقة دي في الدماغ نشطة وتساعده على حل مشكلاته. لو اكتشفنا إن في شخص بيهرب من حل مشكلاته، في خطوات عملية ممكن نساعده بيها إن هو يواجه مشكلاته ويحلها بطرق بسيطة. وأول الخطوات دي إن لو حصل للشخص ده مشكلة سواء بسيطة أو معقدة، لازم يحدد إيه هي المشكلة. هل هي مشكلة تتعلق بالجانب الأسري عنده، أو مشاكل مالية أو صحية، أو مشاكل في العمل، أو مشاكل تتعلق بالجانب الشخصي عنده. تاني حاجة يحدد أسباب المشكلة، هل هو سبب المشكلة دي، ولا في الظروف هي اللي ساعدت في وجود المشكلة، ولا المجتمع، ولا شخص معين. يحاول يحدد بالظبط إيه هي الأسباب الحقيقية للمشكلة. الخطوة الثالثة إن يحط قائمة من الحلول والبدائل المختلفة، ويختار الحل الأنسب اللي يقدر يطبقه. إذا نجح الحل ده معاه فهو بكده حل مشكلته، لو ما نجحش يرجع لحلوله مرة تانية ويحاول يطبق باقي الحلول. وطبعا في مشكلات بيكون محتاج إن هو يسأل أصدقائه المقربين ليه اللي مروا بنفس التجارب، وهم اللي هيقدروا يفيدوه ويساعدوه في وضع الحلول المناسبة الممكنة. أما لو وصل بيه الحال وكانت المشكلة دي فوق حدود طاقته وخارج سيطرته وخلته يلجأ للانعزال والهروب المرضي، خلته يهمل حياته العملية والأسرية والشخصية، هو بيكون محتاج متخصص يساعده في التوصل لأكتر الحلول المناسبة لمشكلته. طيب هل النضج بيخلينا نعرف امتى نواجه وامتى ننسحب؟ أكيد النضج بيخلينا أكتر قدرة على تحديد إمتى نواجه مشاكلنا وإمتى ننسحب منها. فكل ما واجهنا مشكلات وحاولنا نحلها بأساليب منطقية، كل ما نضجنا بقى عندنا خبرة في التعامل مع المشكلات. وكل ما نضجنا كل ما كان عندنا قدرة أكبر على التفكير العقلاني وتنظيم مشاعرنا والوعي بذاتنا وفهم العواقب اللي ممكن تقابلنا، وقادرين نحط الحدود والحلول الصحية لكل مشكلة بتقابلنا في الحياة. وبكده بنكون قادرين نعرف إمتى نسكت وإمتى نواجه مشاكلنا، وإيه هي المشاكل اللي محتاجة مننا مواجهة وإزاي نواجهها، وإيه هي المشاكل اللي محتاجة مننا سكوت وصبر وهي هتتحل لوحدها بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. النضج بيخلينا نستجيب للمواقف المختلفة اللي بتقابلنا بشكل مناسب يتوافق مع حجم المشكلة، بيخلينا نسيطر على عواقبها ونطلع منها سالمين. طيب في نهاية حلقتنا النهاردة، ايه نصيحتك للي عايز يكون شجاع بس مش عارف يبدأ منين؟
البوصلة، عايزين نرسم له الطريق اللي يمشي عليه. مش هتكون نصيحة على قد ما هقول حبة كلام عفوي طالع من القلب، أتمنى من الناس تطبقه، لأنه هيساعدها كتير في إن هي تحل مشاكلها وتعيش في راحة وسلام. عايزة أقول لكل حد مش بيقدر يواجه مشاكله إن مفيش حد هيحس بيك ولا بالمشاعر اللي تمر بيها مهما كان قريب منك إلا نفسك. فمش كل مشكلة تقابلك تفضل قاعد مستني حد يحلها لك أو تسيب الزمن يتعطف عليك عشان تحلها، ولكن لازم تقيس كل مشكلة على قدرها وتفكر في الحلول المناسبة ليها وتلجأ للناس اللي عارف إنها هتقدر تدعمك وتساعدك. وطبعا كل ده بيحصل بعد تأمل ودراسة بتقوم بيها بنفسك، من خلال إن أنت تختلي بنفسك وتفكر بهدوء وتأني لحد ما توصل للحلول الممكنة. المهم ما تسيبش مشاكلك لحالات من السلبية وعدم القرار، ولكن خليك مقدام، لأن النتائج عمرها ما كانت بإيد البشر، ولكنها بتعتمد على قدرة الأقوى والأقدر من الجميع وهو الله سبحانه وتعالى. وكل ما كانت ثقتك بالله عالية كل ما كنت شجاع وواثق إن ربنا هيكون في عونك وهيوفر لك السبل والناس والأحداث والطرق اللي هتترتب عشان تحل مشكلاتك بطرق بتعجز عن الوصول ليها مهما كانت قوتك. من الآخر كده خلي ربنا يحللك مشاكلك، والطريقة اللي تخلي ربنا يقضي لك حاجاتك هو إنك تساعد الناس من حواليك وتقضي حاجاتهم. أي حد محتاجك إنك تقف جنبه لازم تقف جنبه، أي حد يمدلك إيديه تمسك بيه وساعده، أي حد محتاجك إنك تسمعه حاول تسمعه، أي حد محتاج رأيك اديله رأيك بصدق، أي حد محتاج صدقة علم اديهاله بأمانة. لو وصلت معانا للنقطة دي من حلقتنا النهاردة، أعتقد بتكون عرفت كتير عن نفسك، بتكتشف إنك من النوع اللي بيهرب أو من النوع اللي بيواجه، وممكن تكتشف إنك الاتنين حسب الزمان والمكان والناس. بس اللي مهم فعلا إنك تعرفه هو إنك ما تسيبش رد فعلك هو اللي يسوقك من غير ما تكون فهمه، لأن المواجهة من غير وعي غشومية تدمرك وتستنزفك، والهروب من غير شفاء بيحبسك وتعيش حاسس بجبن محصرك من كل اتجاه. شكرا لضيفتنا الراقية أستاذة سارة اللي نورتنا بتجربتها وكلامها العميق، وشكرا ليك إنك قررت تسمع، ما تسدش ودانك. يمكن تكون بداية إنك تواجه شيء جواك أو تعيد التفكير في تصرف افتكرت إنك اتصرفت فيه صح، تصرف افتكرت إنه ممكن يكون ضعف وطلع بكل ظروفه إنه كان أمان. لو حسيت إن الحلقة دي لمستك ابعتها لحد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده، واستنانا في حلقة بكرة مع الحسن بن عمران. وما تنساش في كل حلقة من رحلة وعي احنا مش بنحكي، احنا بنفهم، بنغير وبنقرب من نفسنا اكتر. اشوفك على خير في حلقة جاية وموضوع اسري هام مع استاذة سارة الاسبوع الجاي. وافتكر مفيش طريق واحد للنجاة، لكن في دايما وعي ينور لك الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.